بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل النهاردة بقى فطاير اسمها جيب القاضي. العجينة بتاعتها هتبقى هنحط فيها بصل، هتخلي ريحتها جميلة قوي وطعمها تحفة. اول حاجة جبت هنا بصلاية قطعتها مكعبات، وبعد كده هضربها بقى في الخلاط. ممكن تعملها في الهاند بلندر، كبة، اي حاجة. واقوم ضايفة بقى عليها كده بيضة، وهمسكهم بقى اضربهم كويس لغاية اما تبقى يعني شبه العصير كده، ناعمة خالص. مكانتش راضية تنهم معايا خالص في الخلاط، وقعدت احاول كتير مرضتش. فقمت رايحة جايبة كده الكبة اللي هي الصغيرة بتاعة الخلاط دي، وفرمتها فيها، فاتعملت ايه عصير زي ما انا قلتلكم كده، زي ما انا عاوزاه. جهزت كده الخليط، اقوم حاطة عليه بقى زبدية، واقوم بقى رايحة ايه مقلباهم بقى ايه كويس. هنزل بقى بالدقيق كده كوباية كوباية، عشان ايه ما تمسكش مننا قوي او تبقى سايل. واقوم ضايفة عليها كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. المكونات بالظبط هسيبها لكم في الوصف تحت، وهقعد بقى اعجنها كده ايه من 3 ل4 دقايق. اول بقى ما تتلم كده وتتعجن، اقوم بقى حاطه في الطبق كده نقطه زيت، واقوم رايحه ايه حطاها عليها، واقوم سايباها بقى ايه ترتاح بقى ايه شويه لغايه اما نعمل الحشو بتاعها. انا هنا هحشي بجبنه دومتي، ممكن تحشوا بجبنه موتزاريلا، باي نوع جبنه انتوا عايزينه، او الميكس او اي حاجه. انا هنا حطيت جبنه دومتي دي، وحطيتها عليها بقدونس ناعم خالص، وهبدا بقى اقلب المكونات دي. هحط رشه فلفل اسود، وكمان رشه شطه، وعليهم رشه بابريكا. وعايزة تضيفي اي بهارات ضيفيها. بعد كده بقى هقلب بقى المكونات دي كويس. كانت العجينة ارتاحت، هبدأ بقى اعمل رشة دقيق كده، وهفرد العجينة بتاعتي كده على شكل دايرة. هقسمها كده اول حاجة كده ايه 4، وبعدين كل ربع بقى منهم هقسمه ل3. واقوم بقى مكورة ايه كل مثلث كده، اقوم مكوراه. اخلص تكويرهم، واقوم اغطيهم كده عشان ما ينشفوش. هفرد بقى اول كورة عملتها، ابدأ بقى ايه كده ايه سن دي عشان ما تلزقش في النشابة، وافردها بقى كويس. واقوم رايحة بقى حاطة الحشو في النص كده، ما تحطوش ولا كتير ولا قليل، ولا كتير عشان ما يطلعش في الزيت، ولا قليل تبقى فاضية كده من جوه. واقوم رايحة مقفلاها كده ايه زي القطايف كده. قفلتها كده كويس، اقوم رايحة بقى بالقطاعة اشيل الزيادة. طبعا الزيادة ده بلمه كله على بعضه، وبعمله عجينة تانية واكوره.
وبرضو بعمل التانية والتالتة وهكذا لما اخلص كل الكور بتاعتي. هنا اهو عملتهم كلهم، كنت مغطياهم، كل ما اعمل واحدة اغطيها، وهبدأ بقى من اول واحدة انا عملتها. هجيب طاسة فيها زيت مش كتير قوي، هي اصلا ما بتشربش زيت، واول واحدة انا عملتها اقوم رايحة حطاها، يكون الزيت سخن وبقى على نار هادية بقى تقومي رايحة محمراها، بجيب من الزيت من تحت كده لفوق عليها لغاية اما تتحمر، واحمرها من كل الجهات، من جنب من تحت من فوق كلها، عشان تبقى واخدة كلها لون واحد. وهطلعها بقى على مناديل مطبخ كده، هي كده كده ما بتشربش اي زيت. هنا اهو كده حمرتها كلها، شايفين الزيت زي ما هو. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه، طبعا العجينه بتاعتها فيها بصل، فريحتها بقى نفاذه كده وطالعه وجميله، والحشوه بتاعت الجبنه طعمها تحفه. جربوها بقى وتقولوا رايكم. هي شكل كده الجيب، عشان كده مسميينها جيب القاضي. وفكرتني بالقطايف في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وبس كده. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.